طبعا احنا عارفين ان المتحف المصري الكبير لسه ما اشتغلش. طب لو رحت هناك دلوقتي هيدخلوني؟ انا هقول لك، بس اعمل سيف للفيديو عشان تعرف ترجع له تاني. المتحف اليومين دول شغال تجريبيا وبيتعمل فيه معارض وحفلات وجولات ارشاديه، والجولات دي بتتعمل لاعداد محدوده جدا واماكن محدوده جدا جوه المتحف، زي مثلا البهو العظيم اللي فيه التمثال الكبير قوي بتاع رمسيس الثاني، والبهو الزجاجي اللي لو شفته بالليل عينك هتطلع قلوب، والقاعه الخارجيه اللي معروض فيها المسله العظيمه جدا اللي انت شايفها قدامك دي، وكمان المركز التجاري والحديقه الخارجيه. يعني قاعات العرض اللي موجوده في المتحف نفسه مفتوحه ولا لا؟ قاعات العرض لسه ما اتفتحتش ومش من ضمن الجوله الارشاديه. طب نروح ازاي؟ المتحف عامل موقع مخصوص للحجز الالكتروني، واسعار المصريين من 75 جنيه ل 150 جنيه، وللاجانب من 500 ل 1000 جنيه. الاطفال وذوي الهمم ومرافقيهم مجانا، وتذاكرهم بتكون على الشباك. مهم جدا، وحسب اشتراطات المتحف لو انت فوق 21 سنه لازم تروح المتحف ومعاك البطاقه. ومواعيد الجولات بقى من 9 صباحا ل 6 بالليل، وده اللينك بتاع الحجز وهسيبه لك كمان في اول كومنت. وما تنساش يا صاحبي، لو رحت المتحف وعجبك اكتب لي في الكومنتات.